السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بناتي حلوين، عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله يكون الكل بخير. النهاردة هنعمل مع بعض ماسك او مقشر او يعني سميه زي ما تسميه، بس هي حاجة كده سحرية يعني. والله العظيم من يوم ما جربته وربنا شاهد على اللي بقوله. حاجة تانية خالص يعني، خلى بشرتي وشي مش ممكن يعني. بعد استعمال 3-4 مرات بيفتح البشرة. بعد أول استعمال على طول لما بتغسلي وشك بتحسي ان هو بشرتك بشرة مختلفة تماما عن اللي قبل ما تعملي. لمعة مش طبيعية عند الأنف كده وفي الخدود. بشرة طرية يعني، سبحان الله يعني. بجد أول مرة أعمله ما صدقتش النتيجة، والله قسما بالله يعني ربنا عالم إني ما بقولكوش على أي حاجة غير لما أكون مجرباها وتكون ناجحة. أنا في كذا يعني وصفة عملتها، يعني كنت على طول عارفاها وبعد كده جربتها وعملتها فيديو مباشرة. لما الاقي النتيجة معايا مش كويسة بلغي الفيديو وما بنزلوش. ان شاء الله قناتنا على طول هتبقى مصداقية، واي حاجة هتجربيها من عندنا هتعرفي ان هي ان شاء الله ان انا صادقة فيها وان هي نتيجتها مذهلة. الماسك ده ممكن يكون غريب على البعض، بس انا هثبت لكم ان هو مش مضر وانه فظيع. انا كنت شفت فيديو لبنت كورية يعني تبارك الله على بشرتها، بجد لمعة وطريان وحمار جميلة بجد، وعاملة الموضوع ده بتقول سر جمال بشرتي في المقشر ده. وانها بتعمله مرتين في الاسبوع. انا جربته على طول. انا عندي مشكلة شوية، ما بشربش مية من ساعة 3 حمل، كرهت المية تقريبا، فما بشربش مية. ممكن يعدي عليا 2 و3 وما بشربش مية، فده بيسبب لي جفاف في بشرتي. بس اوقات بحاول اعوض بعصاير او كده او مشروبات دافيه. بشرتي كانت جافه جدا، كمان انا في الرياض والجو هنا جاف. بتحسي ان البشره ناشفه وعيانه كده يعني. المهم جربت الماسك عشان ما اطولش عليكم. لقيتني واحده تانية بشرتي رجعت طريه بتلمع. بعد استعمال كتير الرؤوس السوداء قلت كتير. كان في سمار خفيف حوالين الفم راح. فبجد جربيه والله ما هتندمي. بس لو بشرتك من النوع الحساس اللي هو اي حاجه بتضرها او اي حاجه بتيجي ناحيتها بتاذيها، ممكن تجربي على حته بسيطه من خدك، حته اللي ورا كده عند ودنك. لو حسيتيها اضرتك او وشك احمر او كده بلاش، زي اختبار الصبغه كده. الماسك بتاعنا عبارة عن ملح، معجون أسنان، ده البطل بتاعنا. طبعا هتستغربوا لو حد ما يعرفش. وهنا طبق، بصوا بس عشان ما تستغربوش، كل دي أنا مخلصاها على الماسك. يعني تقريبا ما بقاش حد عندنا يلاقي يغسل سنانه بسببي. مرتين في الأسبوع أوقات 3 بستعمل الماسك ده وبعمله على وشي، بعمله على ركبي، على الكوع. مفيش مشكلة لو عايز تعمليه على جسمك كله طبعا، بس هتخربي الدنيا في المعجون. بس فظيع، نعومة طريان يجنن، سهل جدا. شوية ملح يعني حسب الكمية اللي انت هتعمليها، مش محددة انت بكمية. ومعجون أسنان أي نوع عندك، بس خدي بالك لما تحطيه ابعدي عن منطقة العينين. وعلشان المنتول او النعناع، نكهة النعناع دي او المنتول بتحرق يعني. بيجي اللي هو المنتول ده في عينيكي بيحرق، فابعديه عن منطقة العينين. كمان المنطقة اللي تحت العينين اوعي تدعكي فيها، لان شعيراتها رقيقه جدا، ولما بتدعكي فيها جامد سواء بتحطي كونسيلر او كريم اساس او بتحطي اي مستحضر، ما تدعكيش المنطقه دي جامد، بيبقى طبطبه كده حاجه بسيطه، علشان انت كده ممكن تفجري الشعيرات البسيطه دي تعملك سواد وزرقان تحت العينين.
وممكن ده يكون السبب الكبير لبعض الناس في سواد العينين او الزرقان اللي بيبقى تحت العينين، انها بتدعك جامد في المنطقه دي. هتقلبيه بسيط كده، يعني تخلي الملح والمعجون يكونوا متجانسين بس كده اهو، وتبتدي تحطيه على وشك. هتسيبيه من دقيقتين ل3، وبعد كده هتدعكي وشك دعك دائري كده بسيط، مش ما تضغطيش قوي عشان بشرتك من الملح ما تتجرحش، ولو انه ناعم وجميل على الوش، يعني بحطه على الوش، بحطه على الرقبه، ما تقلقيش. وادعكي، افضلي اعملي كده بتاع دقيقتين او 3، يعني من دقيقتين ل5 دقايق بالراحه كده تدعكي في وشك. وبعد كده هتشطفي وشك بميه دافيه. بعد ما تشطفي وشك بميه دافيه، اشطفيه كتير، لان المعجون شويه بيدي احساس زحلقه كده او زفلطه، فبيبقى عايز يتشطف في وقت طويل. وبعد ما تشطفيه على طول بالميه الدافيه هتنشفي وشك، ويا اما تكوني عامله مكعبات ميه ورد في الثلاجه، هتكوني في المكعبات بتاعه الميه دي هتصبي ميه الورد تعمليها مكعبات، تاخدي مكعب تدهني بيه وشك ميه، مكعب ساقع، مكعب تلج يعني، علشان يقفل المسام بعد ما فتحتيها بالمقشر وبالميه الدافيه. او هتجيبي ميه عاديه خالص من البراده وتشطفي بيها وشك. بعد ما هتعملي الموضوع ده هتشوفي بشرتك تجنن، بشرتك بتلمع ان شاء الله. هتدعي لي بس بحسن الخاتمه. وانا بعدها بعمل ايه؟ ده اختياري، عايزه تعملي اعملي، مش عايزه انت حره. نقطه واحده بس هثبت لك ان المعجون مش هيضرك ان شاء الله. زمان كنت اسمع ناس يقولوا لو ايدك اتحرقت في المطبخ او كده حطي معجون اسنان. يعني اللي خلاهم يحطوه على الحرق، مش معقول، هم بيأذيهمش يعني، بيبرد الحرق او كده، مش معقول هيضر البشره العاديه. انا مجربتش موضوع الحرق ده، بس ناس كتير جدا كانوا يقولوا لو ايدك اتحرقت او اتلسعت حطي معجون اسنان. بعد ما بشطف وشي واعمل ميه الورد والموضوع ده كريم مرطب. في كريم اسمه جليسرين، اسمه كده جليسرين، لونه احمر، عبوه كده لونها احمر. لقيتيه اوكي، ما لقيتيهوش مفيش مشكله، اي كريم مرطب هتحطيه في اي علبه زي كده. ثواني بس امسح ايدي عشان اعرف اقول لكم. هتحطيه في اي علبه زي كده، شويه كريم مرطب من عندك، وحطيت عليه زيت لوز مر. يعني قولي مثلا لو كميه نص علبه الكريم هتحطي انتي من 5 ل6 معالق زيت لوز مر. وهنحط عليه فيتامين اي، ده شريط فيتامين اي انا مفضياه على الكريم، هوريكم، سبت دي عشان اوريكم. بتجيبيها وتقصيها كده عادي من الطرف كده، وتفضيها كده وتخلطيها على الكريم وتقلبيها. هتحطي قد ايه فيتامين الف؟ لو نص علبه الكريم فيتامين هي قصدي، هتحطي ممكن 6 كبسولات 8 كبسولات مفيش مشكله، مع الزيت المر، مع زيت لوز مر، مع الكريم المرطب بتاعك. ولو الكريم مش كريم جليسرين حطي معلقه او معلقتين جليسرين السائل ده اللي هو زيت الجليسرين. وان شاء الله شوفي جمال بشرتك بقى. كل يوم بالليل حطي الكريم ده اللي احنا عملناه، ممكن تحطيه صبح وبالليل مفيش مشكله. حطيه على ايديكي، حطيه على وشك، حطيه على رقبتك، ممكن تحطيه على كوعك، على ركبك، على اي مكان انت حره. وان شاء الله ان شاء الله بشرتك هتتغير، ولا مستحضرات غاليه ولا كريمات معرفش بكام. جربت كل الكلام ده ومفعولها مؤقت، مجرد ما بتسيبيها خلاص مفعولها بيروح، وبتحسي ان البشره ولا حصل فيها اي حاجه. الحاجات الطبيعيه مفيش احسن منها. وان شاء الله انا واثقه ومتاكده انك هتدعي لي بحسن الخاتمه بعد ما تغسلي وشك على طول من المقشر اللي احنا قلناه، وبعد ما تستعملي ده فتره بتاعت اسبوع كده ان شاء الله، يومين 3 كمان هيتبان النتيجه. وادعوا لي وما تنسوش
صلوا على النبي، تستغفروا، ذكر ربنا هيزيد من جمالك ان شاء الله. ويا رب اكون افدتكم، وما تنسوناش بقى في اشتراك وشير عشان الناس تستفاد، الدال على الخير كفاعله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.